أسطورة لفتت الأنظار، وكان بسببها إن في فئة في كمال الأجسام اتشهرت وبقت معروفة جدا، ورجع لنا ذكريات عن فئة كانت قربت تختفي من كمال الأجسام، وهي فئة الكلاسيك. شخص كان ناجح مش بس في الحياة الرياضية، لا وكمان في حياته الشخصية، والألقاب اللي حققها كانت في سن صغير، يمكن ما كملش ال 30 سنة، وده بسبب جيناته الخرافية. بطل فئة الكلاسيك فيزيك كريس بامستيد، واللي قدر يحقق 6 مستر أولمبيا وهو ما كملش 30 سنة. كريس بامستيد من مواليد 1995، وهو كندي الأصل، وأول بطولة لعبها كانت 2016 وكان عمره 19 سنة، وقدر إن هو ياخد كارت الاحتراف في بطولة أمريكا الشمالية لكمال الأجسام، وبكده بدأ يلعب بطولات برو اللي هتأهله لمستر أولمبيا، ولعب بطولة بيتسبرج برو وقدر إن هو ياخد أول فيها وأهلته لمستر أولمبيا، وقدر يلعب مستر أولمبيا لأول مرة عام 2017 وخد مركز تاني. يا ترى ساعتها كان بعد مين؟ بريون انزلي. ولعب السنة اللي بعدها 2018 وبرضه خد مركز تاني برضه بعد بريون انزلي، وده خلى كريس بومستيد يشعر بالإحباط ويحس إن هو بقى الوصيف بتاع البطولة، لحد ما جت 2019 وقدر ياخد مركز أول، وساعتها بريون إنسلي خد مركز ثالث. وفي 2020 السنة اللي خد فيها بيج رامي مستر أولمبيا، كريس بومستيد ياخد مستر أولمبيا للمرة الثانية، وبكده قدر إن هو يطور من مستواه ويورينا مستوى أعلى بنشافة أكتر بجينات فتاكة. بدأ يحقق انتصارات سنة بعد سنة. الراجل ده بقى بيروح في حتة تانية خالص، مبقاش حد قادر ينافسه على الساحة. لكن بعد ما حقق 6 مستر أولمبيا جه في 2024 واعلن اعتزاله لاسباب صحيه. كريس بومستيد بعد اعتزاله فرقه الكلاسيك حب يلعب مفتوح بطوله كده يعني، خد فيها مركز تاني، بس قرر بعدها ان هو ما يكملش برضه، وبكده يكون كريس بومستيد ساب بصمه في الفئه دي ومحدش عملها قبله ان هو يحقق 6 مرات مستر اولمبيا في الفئه دي، لانها كانت فئه مستجده على الاتحاد. وبعد ما كان عامل رعب للمنافسين يسيب لهم براح ومكان ان حد فيهم يحقق مراكز بعديه. يا ترى تحبوا اتكلم عن مين تاني؟ مستنيكم في تعليقاتكم وكومنتاتكم، وما تنسوش دعمكم ليا وتشجيعكم. سلام.